قصتنا النهاردة حكاية أمير مصيره إنه يموت علشان ينقذ العوالم الأربعة، وأميرة بتخطط تخطف خطيب أختها علشان ما تبقاش أرملة، فبتقع هي في حبه. اسمعوا الملخص للنهاية علشان تستمتعوا بالحكاية. يلا بينا نبتدي. كان يا مكان في قديم الزمان كان في مملكة عايشين فيها البشر والجان واتنين من الأجناس كمان. في عالم البشر بتولد أميرتين، تشينغ اللي بتجيب الهنا والسرور، وتاني اللي وشها يعيب الشوم. وده لأن والدتها بتموت لما بتولدها، فبتبقى نحس لكل عيلتها، فبيحبسوها في غرفتها، لا بتشوف الشمس ولا بتعيش طفولتها. كبرت تان ودايما ممنوعة من الخروج حيث بونا. أما تشينغ فعايشة بحريتها وبتروح تزور والدها الإمبراطور، وبيكون زواج الأميرتين بعد يومين، فبتتحايل تشينغ على والدها يروحوا يزوروا أختها حبيبتها اللي في نفس الوقت ماسكة أبوها تهزيه لأنه حابسها وأسوأ معاملة بيعملها، لكنه مش بيطلع أبوها وبتطلع خدامتها اللي بتقدر تتحول لأي شكل. ولما بيروح لها بيلاقيها بتهزق الكائن اللي شكله، وكالعادة بيتخانق معاها وبيأمروا الحرس يحبسوها. في نفس الوقت بنشوف لامبرين شوان، وده بقى الأمير الوسيم أمير مملكة السماء، واللي مصيره محتوم بالموت المشؤوم علشان ينقذ العوالم الأربعة، واللي من صغره متقبل مصيره وبيجهز نفسه لحماية العالم. وبيوصل شوال لمملكة السماء بعد غياب 2700 سنة يا دين النبي، لكن فجأة والده الإمبراطور بيهجم عليه وبتبدأ معركة شرسة بين الاتنين. لكن شوان الأسطورة بينور في الصورة وبتبقى قوته مهولة، وبيبقى الإمبراطور بفخور، وأمه بتروح تحييه لكنه بيكون بارد من ناحيتها، وبيعرفوا الإمبراطور إنه هيتجوز الأميرة تشينغ من عالم البشر، وده يا ابني من أجل الصداقة اللي بين العالمين. وفي عالم البشر بتبدأ الاحتفالات وبتكون تان محبوسة المنحوسة، لكن تشينغ بتروح تخرجها وبتديها تشينغ منديل عملته مخصوص ليها، وبيبقى الأختين بيحبوا بعض جدا. وبتبقى تان عارفة إن تشينغ أختها هتبقى أرملة وزعلانة عليها، لكنها بتعرفها إنها متقبلة مصيرها وبتتمنى لها من قلبها إنها تعيش بحرية في عالم الفراغ. فبتروح تان علشان تأجر قتلة، لكنها بتتريق عليهم من المقاطيع دول، فبيجروا وراها يطاردوها. وفجأة بيظهر الأمير شوان وبيحميها، فبتتحايل عليه يشتغل عندها وبتقوله إنها بتخطط تخطف شخص واللي عليه العين والنين يبقى الأمير شوان، فبيعرفها إنه يبقى الأمير شوان بشحمه ولحمه، فبتقوله إنها تبقى أميرة البشر. وعلى طول بيفكرها تشينغ اللي المفروض زوجته المستقبلية، فبتتعامل معاه بكل وقاحة علشان يكرهها ويبوظ الجوازة وبكده تنقذ أختها. وفي نفس المكان بيوصل أمير الفراغ الأول داي، شيطان العالم السفلي الفظيع واللي المفروض زوج تاني المستقبلي، وبيلاحظ شوان وتان إنه على وشك يختلوه، وبتفشل محاولة بمساعدتهم، وطبعا القتل علشان شافوهم بيهجموا عليهم، لكن شوان بيقرر يحمي تان. وطبعا الواد أسطورة بيخلي تان مذهولة. وتاني يوم بيظهر الأمير لانجو صديق تان، وده بقى أمير مملكة الوحوش، وبتطلب منه يساعدها في إنقاذ أختها من الجوازة. وتاني يوم بيوصل الأمير شوان والأمير داي، وبيشوف شوان القاتل وبيطلع ده أمير الفراغ التالت بيبو. وبتوصل الأميرتين وبيودعهم أبوهم الإمبراطور، وبيقول لتان يا ريت ما تجيبلناش العهر وتستوري كده الله يكرمك. وبيركب الأميرتين عربات الزفاف، وفجأة لانجو بيضرب سهم عايز يوقع المملكتين في حرب، ولما بيفشل في إنه يوقع بينهم بيصنع لانجو إعصار جبار، لكن الأمير شوان بيوقفه. في نفس الوقت بيستخدم بيبو قوته ويبدل العروستين ببعض، ولما بيرجع كل أمير لمملكته بتتفاجئ تاني إنها في مملكة السماء، وبتقول لها خدمتها لو حد عارف الحقيقة محدش يتخيل هيحصل فينا إيه. وبتتفاجئ تشينغ لما بتلاقي نفسها في عالم الفراغ، وبتدخل وهي مش عارفة تعمل إيه. في نفس الوقت في مملكة السماء بيعبر شوان وتان جسر القدر، واللي بيبين إن مقدر
بتقدر ليهم يكونوا مع بعض، ولما بتقابل العائلة بيقدموا لها هدايا كتير، وبيبقى أول مرة حد يديها هدية أصلا. وفي نفس الوقت بتوصل تشينج غرفتها، وبيقولوا لها الخدامين إن العطر ممنوع في عالم الفراغ وإن ريحتها تقرف، وبياخدوها يحموها، لكن تحس إنهم بيعذبوها. أما تان فبتتعامل كالأميرات، والأول مرة في حياتها تحس إنها أميرة بجد. وبعدها بتوصل تان تقابل الإمبراطور والإمبراطورة، وبيبقى الكل مستغرب شكلها لأنها بتكون لافة رباط الجزمة على دماغها، وبتضايق شوان من شكلها. وحتى الإمبراطور لما بيشوفها بيتضايق، وبتلاحظ تان علاقة شوان الجافة مع أمه، وبعدها بيقعدوا يتغدوا. في نفس الوقت بتوصل تشينغ تقابل إمبراطور الفراغ، وطبعا الكل مفكرها تان، وبتعصب الإمبراطور من أدبها وأخلاقها ويزن تربيتك، وبيقول لها انت يا بنتي انت الأدب ده في بيت أبوكي، إنما هنا قلة الأدب أسلوب حياة. وبتعرفها الملكة على أمير الفراغ الأول داي، والأمير التاني ابنها يونا، وبتروح تشرب معاه مشروب واللي بيكون عبارة عن دم، وطبعا ما بتشربش، فبيتدخل الأمير بيبو بيوقع تشانغ على الأرض، وبيمثل إنه سكران ومش قصده حاجة. وبعديها بيقابلها وبيعرفها إنه عارف إنها الأميرة تشينغ مش تان، وبيقول لها إن اللي بدل العربات الأمير التاني يونا، وقبلها خطط لاغتيال داي وده واحد سيء جدا. وبعدها بتكتب تشانغ رسالة على إيديها لأنها هي وأختها بتشاركوا نفس الألم، فبتظهر الرسالة على إيدها وبتشوفها، وبتفتكر أختها وهم صغيرين وإزاي كانت بتساعدها. وفي نفس الوقت تام بتاكل ثمرة غريبة من كتر جوعها، وبتروح بعدها تقابل شوان، وفجأة بتحصل حاجات غريبة، وبتهيأ لها إن شوان بيعكسها البسباس. ولما بتصحى تاني يوم ما بتكونش مصدقة اللي عملته، ولما بتخرج بتقابل ريشة أخو شوان، وبتعمل له أكلة لحم آخر طعامة، وبتغريه علشان يجرب أكل البشر لأنهم مش بياكلوه وبيعجبه جدا، وبينسف الواد الأكل من حلاوته. ولما بينام بتسرق منه رمز البوابة علشان تهرب، وبتخرج من المدينة. وبيعرف شوان إن تان أكلت الطور المقدس بتاعهم، وكمان سرقت رمز أخوه خرجت من المدينة، فبيتعصب شوان من عمايلها. في الوقت ده بتكون تان قابلت أختها تشينغ، وبتعرفها إنها كتبت رسالة وبتبعتها لأبوها، وبتقول لها تان إن الأمير بيبو كذاب وهو اللي حاول يقتل أخوه. وفجأة بيظهر قاتل وبيهجم عليهم، فبتتصدى ليه الخدامة، وبتحاول تاني إنها تهرب لكنه بيلحقها وبينقذها بطلنا في اللحظة الأخيرة. أما تشينغ فبينقذها بيبو وبيوعدها إنه هيحميها وبيرجعها لغرفتها. وفجأة بيدخل عليهم مساعد يونا وبيهجم على بيبو، وبعدها بيوقعه في الفخ وبيخلي تشينغ تقتله بالغلط وكأنها صدفة. وبعدها بتعرف الأميرة إن بيبو لبس قتل مساعد يونا، وبتروح للحرس وبتقلع لهم ذهبها كله علشان يوافقوا يخلوها تشوفه. وبيكون بيبو شايف اللي بتعمله ومش مصدق قد إيه هي جميلة ومخلصة، وشكل الجن بدأ يحن، وأخيرا بتقدر تدخله. وبيمثل إنه مريض جدا يا عيني. وفي مملكة السماء بتكون تنجعانة جدا، وبتشم ريحة أكل طيب، وبتطلع جري ورا الريحة واللي جاية من غرفة شوان. وبيكون ده مخطط من شوان علشان يجبرها تنفذ كلامه وترجع كل الحاجات اللي سرقتها من أجداده، لكنها بترفض. مش أنا يا به اللي تبتزني، وبتروح تجيبها وترجع الجوع كافر يا جماعة. وفي نفس الوقت بياخد الجنود فينو عند الإمبراطور، والإمبراطورة الخابثة شغالة تسخين الله ينور، وابنها بيحاول يموت فينو. في الوقت ده بيوصل الأمير الأول داي وبيطلب فينو المساعدة منه، وبيثبت داي إن أخوه يونا حقير حربوق بيتآمر على الإمبراطور، فبيأمر الإمبراطور بتجريده من منصبه. وكلمة كمان هجردك من الدنيا كلها، ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. في الوقت ده الأميرة تارا بتهين بنت فقيرة وبتشوفها تهن، وبتفتكر لما كانت بتتعرض لنفس الموقف وبتقرر تساعدها. ولما بيوصل الحوار للمدرس الأعلى بتمثل تارا إنها البارئة يا عيني ونعمة الحرباء يا بنتي. وطبعا تن ما بتسكتش
ردتش وبترد، فبيطردها المعلم المدرسة في أول يوم. ولما بيعرف شوان بيتضايق، لكن البنت الفقيرة بتقابله وتشرح له الموقف لشوان. ولما بيروح يقابل تان بتقوله اتفضل هزقني، ما هو ما فاضلش الا انت. لكن المساعد بيقول لها انه شوان اعتذر للمدرس الاعلى وانها خلاص مش مطرودة. في الوقت ده ام فينو بتعاقبه بسبب عمايله وبتقول له يا ابني احنا ملناش عازة بين الأمراء، فحاول تتجنب المشاكل وعيش حياتك. وبيفتكر فينو لما كانت الإمبراطورة بتعذب أمه، لكن أمه بتتعب فجأة وبتروح ترتاح. وبيبقى يون مع أمه متضايق من موت المساعد بتاعه اللي راح هباء، وبتقول له أمه خد بالك فينو مش سهل وعنده قوة استثنائية مش عادية، وكنا مستخفين بيه طول الوقت. في الوقت ده بيدي شوان لتاني تعويذة اللي هتتدرب عليها. ولما بتحاول لحياتها لمن تنادي جهلة، فبيحاول شوان يعلمها ازاي تستخدمها. وفجأة شوان بيبدأ قلبه يدق جامد وشكل الجن بدأ يحن. في الوقت ده بيوصل لانجو لعالم السماء وبيتنكر في شكل كلب كوكو لطيف بتشوفه الأميرة لولو أخت شوان، وبتاخده لأصحابها يرحبوا بيه وينهار بهدلة أنا أمير برضه. وتاني يوم المساعد بيحاول يقنع شوان يدي تان وقت أكتر تتدرب فيه، وعلشان اللي بيجي في سيرة العفريت بيطلع له بتوصل تان. وبعدها بيتجمع كل الطلاب عشان الاختبار، وبيطلب منهم المعلم يعبروا الجسر، وده بيظهر شكلهم الحقيقي ومن الجميل وبين بيدعي الجمال. وطبعا تارا بتلقح على تان وبتعدي تان، وفعلا ده شكلها الحقيقي مش متنكرة. وبينبهر الكل بجمال أميرة البشر، وبيبدأ الاختبار وكالعادة فاشلة مش عارفة تعمل حاجة، وبتفتكر تعويذة التحول اللي علمها لها شوان وشكلها هتنجح ولا ايه. وبينبهر شوان بتانو اللي عملته، وبيعترف المعلم بمهارة تاني الاستثنائية. أما تشينغ فبتروح تعالج جروح فينو، والواد عامل فيها بيموت من الألم، وبتعمل له أكلة، وأول ما بيشوفها بيفتكر أمه وقد إيه كانت مظلومة زمان معاهم. وفجأة بيدخل عليهم الأمير داي وبيقول له فينو ملك ومال الأميرة بتضايقها ليه وبيقرر يعاقبه، لكن الأميرة بتتدخل وبتتحدى داي مقابل إنه يعفو عن أخوه فينو. والكل مش مصدق عبيطة دي ولا إيه، فبيوافق على طلبها وبيسيبها تحط القواعد اللي عايزاها، لكنها بتطلب تشك شوية إبر بس، فبيقول لها موافق لأجل عيون القمر. وبعدها بتقول له يلا وريني هات آخرك، ولسه هيهجم عليها بيتشل فجأة وبيبقى مسخرة الكل. الأمير الجبار بيقلب صرصار على إيد أميرة. أما تان فبيسحرها شوان بتعويذة كل ما تقل أدبها تتقلب أكتر، واللي ما يربهوش أبوه يربي شوان. وبتروح له تان تطلب منه يلغي التعويذة، فبيقول لها لما تتأدبي وتستحقي تبقي زوجتي هبقى الغيها. ولما بترجع غرفتها بتجيلها فكيرة. في نفس الوقت داي بيروح غرفة الأميرة تشينغا، وفجأة بيقلع ويطلب من الأميرة تعالجه. وبيدخل فينو فجأة وبيقول له لو الإمبراطور عرف إنها بتستعمل دواء هتتعاقب، وده لأن الأدوية ممنوعة في عالم الفراغ، وبيبقى الأميرين هيتخانقوا عليها، فبتطرد الاتنين بره وغوروا من وشي. في نفس الوقت الإمبراطورة اللئيمة بتتحربق هي وابنها الحربوق، وشكلهم كده ناويين على حربقة كبيرة. في نفس الوقت تان بتعامل شوان بكل احترام وأدب، وشفت أنا هادية ازاي، وكل شوية تنطله والواد على أعصابه منها، حتى هو بيستحمى بتطلع له. أما أخوه ريشا فواقف مع الكيوتة دي مقرر يساعدها، وبتقوله إنها سمعت عن مصباح الأرواح وبيستغرب سمعت عنه ازاي وفين. نسيبهم ونروح لفينو اللي محضر بوكي ورد لتشينغ وعيونه بتطلع قلوب. وتاني يوم بيتخانق شوان مع تان يخرب بيتك لازقة فيا كده ليه حل عني بقى. أما أخونا حنوح فداير ورا الكيوتة بتاعته وشكل كده حنتجن. أما لولو فمستيل ملانجو غسيل ومكوى مش حلل ولا حتى فينو لازق لتشينغ وهيموت ويعترف لها إنه بيحبها، واقفين بيتفرجوا على الشهب حاجة كده في منتهى الرومانسية. وفجأة تشينغ بيغمى عليها وبياخدها على غرفتها. في نفس الوقت لانجو أخيرا بيوصل لتهن وتعالي في حضني يا غالية، وبيقول لها إنه هيساعدها تهرب، وبيعرف إن شوان سحرها بتعويذة وبتشكره تاني على وقفته جنبها. وفجأة بيحصل اضطراب في قوى الشر وبيوصل الاضطراب للممالك كلها، وبيقول
بيوصل لمملكة الفراغ وبيجري فينو على تشينغ يطمن عليها، والعوالم الأربعة بتتأثر بقوة الشر. في الوقت ده إمبراطور الفراغ الحربوق الخبيث اللئيم بيؤمر المساعد بتاعه يحضر الجيش، وأول ما شوان يقرر يروح يواجه قوة الشر نهجم احنا ونقضي على المملكة كلها. فعلا حربوق زي مراتك وابنك بالظبط. في الوقت ده بيوصل شوان عند الإمبراطور وبيكون مصيره المحتوم على وشك يقوم ويضحي بحياته علشان ينقذ العوالم الأربعة ويقفل بوابة الشر. وطبعا عالم الفراغ الخبيث بينطلق للهجوم على عالم السماء وفينو رايح معاهم، وقبل ما يمشي بيروح يقابل تشينغا وأخيرا بيقدر يعترف لها إنه بيحبها وبتقبل تشينغا حبه، وحاجة في منتهى اللذاذة واللطافة. في الوقت ده بتقول تان لاصحابها إن شوان راح يحارب الشر وبتكون عايزة ترجع لمملكة البشر، لكن مساعدتها بتقول لها إن ده ممنوع وهتتعرض للعقاب. فبيديها أمير الوحوش لانجو جناحاته وبتروح تلحق شوان قبل ما يروح للشر. في نفس الوقت بيودع شوان أمه لأنه هيضحي بحياته علشان يحمي أهله والعالم، وبتوصل تان في الوقت المناسب قبل ما يغادر شوان لكنه بيمشي يواجه مصيره. في الوقت ده بيوصل إمبراطور البشر والد تان، فبتجري تان تستخبى لأنه ما يعرفش إن بناته اتبدلت وكل واحدة راحت مكان أختها. وفجأة بيوصل إمبراطور الفراغ وبيقول لهم إن جه الوقت اللي هنقضي فيه على الخالدين، فبيخلع أبو تان لأنه مش ند للأقوياء دول. وفي مملكة السماء بيوصل أمراء الفراغ وبتبدأ الحرب على السماء، وشوان في الوقت ده بيحارب الشر بكل قوته، وأبو الإمبراطور بيحارب إمبراطور الفراغ واللي بيكون قوي جدا، والملكة بتحمي تان هي والأجداد، وبتبقى تان مش مصدقة إن في حد ممكن يضحي بحياته علشان يحميها. وبيهزم إمبراطور الفراغ أبو شوان وبيقبض عليهم، وأخوه بيكون ضعيف جدا قصاد أمراء الفراغ. وفجأة بتظهر قوة شوان اللي بتحمي عالم السماء، وبيقول مساعد شوان لأخوه إن شوان كان متوقع يحصل كده وده عامل مملكة بقوته علشان يحميها لو حصل حاجة، وبيقول إن شوان بيثق فيه وإنه هيقدر يحمي عيلته ومملكته من أي شر. فبيشجع الولد وبيستخدم جيتار السماء الأسطوري وبيهزم أمراء الفراغ وبيقبض عليهم. في الوقت ده إمبراطور الفراغ على وشك يقتل إمبراطور السماء، لكن تام بتتدخل الأروبة وبتقول له أنت نسيت نفسك ولا إيه، وبتفكره بالجرح اللي في كتفه من آلاف السنين. وبيستغرب جدا لأن زوجته نفسها ما تعرفش موضوع الجرح ده، وبتحاول تاني إنها تكسب وقت مش أكتر. وفعلا بيوصل أمير السماء ومعاه أمراء الفراغ مكتفين. في نفس الوقت شوان مش قادر على الشر وبدأ يستسلم، لكن تام بتفضل تنادي عليه وإنها مستنياه وإنه لازم يرجع. فبيفوق شوان وبتخيل تان قدامه، فبيتشجع شوان وبيستخدم كل قوته وبيقدر يقفل بوابة الشر بنجاح وبيرجع بأمان كمان. فبيستغل فينو ضعفه وبيحضر وحش الفراغ الجبار، لكن على مين ده نشوان يا شوية مهرجين، وبيقدر يقضي على الوحش بكل بساطة. فبينسحب جيش الفراغ بهدوء وشوان بيغمى عليه وبيرجعوا بيه للمملكة وبيحاول الأجداد يعالجوه بقوتهم، لكن للأسف بلا جدوى. بيموت شوان بعد ما أنقذ أهله والعالم وبيختفي قدام عيون تان. وتاني يوم بتعرف تان إن ممكن يرجعوا روح شوان تاني، لكن الملك رافض والكل بيحاول معاه لكن مفيش أمل، رافض نهائي. فبتخرج تان عن شعورها وبتقل أدبها على الإمبراطور أنت أب أنت، وبتقوله إنها بنفسها هتروح ترجع شيوان من تاني، وأخوه إيوان بيقرر يساعدها كمان، لكن الملك بيقبض عليهم وبيأمر بحبسهم. في الوقت ده بيرجع فينو لتشينغا وقلوب بتخرج من عيونهم وبتبدأ قصة حبهم من هنا. وبتحاول تان تخرج لكنها محبوسة وبيبدأ الكل يساعدها في السر، وبتدخل عالم الأرواح وبتحاول تمسك شظايا الروح التلاتة لكنها بتفشل. وبعدها بتعرف من الأجداد إن الشظايا نزلت عالم البشر، وبيقول لها الجد إنها لو قدرت تحصل على حب الشظايا التلاتة هتقدر ترجع شوان تاني. فبتفتكر تان وقت ما أنقذها شوان وبتقرر تجمع شظايا الروح. أما تشينغ فبتطلب منها الخدامة تعالج والدها المصاب، وفعلا بمهارتها الطبية بتقدر تعالجه. وبعدها بتعالج جندي مصاب واحد ورا التاني وقلبتها عيادة. في الوقت ده بيروح الأمير إيوان وأخته للقرية، وهناك بيقابلوا تهن وبيتفقوا إنهم هيدوروا على شظايا الروح. وبيجي لهم الأمير لانجو بتشبه عليه ميمي لكنه بيتوه في
نفس الوقت تشينغ بتقابل الأميرة غالية، وبتكون دي أميرة عندها عاهة في وشها ومحدش بيبصلها، وبتطلب من تشينغ تشوف لها علاج يعالجها، فبتقول لها تطمن هتعالجها مهما كان التمن. أما تان وأصحابها فبيشوفوا تمثال شبه شوان، ولما بيدخلوا ياكلوا من هداياه فجأة بيكون في حد داخل فبيستخبوا، وبيسمعوا ناس بتتكلم عن شيطان النهر اللي قلبها دمار، وإن القرية عاملة مكافأة كبيرة للي هيخلصهم منه. فبيروحوا لرئيس القرية وبيقرروا يساعدوهم علشان المكافأة، وبيحذرهم الرئيس من قوة شيطان النهر. ولما بيروحوا عنده بيلاقوا بيته بيولع، والمفاجأة إن الشيطان ده يبقى شظية روح شوان الأولى، وبيبقوا مش عارفين ومصدومين وهيتصرفوا معاه ازاي، وبيقعدوا مع بعض يحطوا خطة. في نفس الوقت بتقدر تشينغ تعالج الأميرة غالية من مرضها، وبتبقى مش مصدقة نفسها وبتشكر تشينغ. وتاني يوم بتروح تان لشيطان النهر وبتستنى لما يخرج وبتدخل بيته، ولما بيرجع بيلاقي بيته كله زينة، ولما بيشوفها بيقول لها تاخد حاجتها وتمشي من هنا، فبينفعل عليها وبيولع الدنيا وبتجري تلا تولع فيها. ولما بيدخل بيته بيفتكر لحظة نزوله الأرض، وإنه شاف طفل صغير وقدم له لبس وخلاه على سنجة 10، وبقوا أصحاب وأحلى وقت قضوا مع بعض. وفجأة حصل انفجار تحت الأرض ومات الطفل الصغير، ولما شافوه أهل القرية افتكروا قتله، ومن هنا لقبوه بوحش النهر. وكل يوم بيشوف وحش النهر الأطفال بيلعبوا بيبقى سعيد جدا وهو بيتفرج عليهم. وتان بتشوف كل ده وبتعرف إنه مش شرير ولا حاجة. وبعدها بتعرف إمبراطورة الفراغ من الأميرة غالية إن تشينغ عالجت لها وشها المصاب، فبتستغل الإمبراطورة الحيزبونة وبتؤمر بالقبض على تشينغ. وبتوصل تشينغ وفينو عند الإمبراطور، فبيقول فينو إنه شاف الخسارة في جيشهم وإنهم استخدموا العلاج علشان ما يخسروش أكتر من كده. فبتتدخل وفينو وبتشهد مهارة تشينغ المذهلة، وبعدها بتتدخل الأميرة غالية وبتقف في صف تشينغ، وكمان رئيس الصحراء بيقف معاهم، وبيبدأ كل المسؤولين يعترفوا بمساعدة تشينغ ليهم. فبيقتنع الإمبراطور وبيسمح لهم يستعملوا الأدوية، وبتبوظ خطة الحربوقة مراته. أما تان بتحاول تقرب من وحش النهر وهو بيطردها بعيد، لكنها بتسيب له مشروب وبتعزمه عليه، وواحدة واحدة بتجرجره يقعد جنبها وبتسميه ناري، وبتقدر فعلا تتصاحب عليه. وفجأة أهل القرية بيهجموا عليهم، وبتدافع عنه تان وبتقول إنه مش شرير، وبيساعدها أصدقائها. وبيشوفها ناري وهي ماشية وبتقعد مع أصحابها يفكروا هيعوضوا أهل القرية إزاي، فبتقرر تروح تسرق قصر الإمبراطور أبوها وتقدم المسروقات لأهل القرية كتعويض، لكنهم طماعين بيطلبوا أكتر. وبيكون ناري شايف كل اللي بيحصل. في نفس الوقت الأمير داي بيروح لتشينغ وبيعترف لها إنه بيحبها. أنت عبيط يا عم، الكل بيتصدم، لكنها بتسيبه وتمشي. وتاني يوم بيعرف الإمبراطور إن القصر اتسرق، وبيبقى مش عارف يعمل إيه مع الحرامي، وبيعمل لهم كمين وفعلا بيتكشفوا وبيحاولوا يهربوا، لكن الحراس بيقفشوهم، فبيتدخل ناري وينقذهم. ولما بتفوق بتتخانق معاه وبتقول إنه طيب ومفيش شرير بيساعد الناس، وعلشان تحميه بتقدم له هدوم جديدة وبتلبسه شبه شيوان بالظبط، وبتحلق له وبتخليه على سنجة 10. وتاني يوم بيسمع فينو عن شيطان النهر، ولما بيشوفوا صورته بيعرفوا إنه شوان. في نفس الوقت ناري بيتمشى في المدينة مع تان، ولما خدته على القرية الكل وقفوا قصادها، وكانت تان بتحاول تثبت إنه طيب مش زي ما بيقولوا. وبيكون ناري جايب هدايا لأهل القرية لكنهم بيحدفوا بالطوب، فبيتعصب ناري وبيقلبها حريقة وبيرجع وهو متوتر جدا. ولما بترجع تاني المدينة بتشوفها تشينغ أختها، وبتتفاجئ تان بيها وبتحكي لها تشينغ عن فينو قد إيه هو لطيف وتيوب، وبتقول لها تان إنه عقرب سام وبتحذرها منه. وبتقول لها تان عن موضوع الشظايا التلاتة. وفجأة بيوصل فينو وبتجري تشينغ تقابله وبتتكلم معاه، ولما بيقعد فينو مع المساعد بيقوله إنه شاكك في تشينغ وإنها بتكذب عليهم، وبعدها بتخرج معاهم. وكل ما تشوف صورة متعلقة لشيطان النار بتحاول تخبيها منهم، وبتكون صور ناري في كل مكان. وبياخد فينو باله من الحوار بس بيعمل عبيط وبيمثل إنه مخدش باله، وبيحاول يتنحنح معاها، لكن المساعد بيقطع عليهم اللحظة. وبتفضل تشرب معاهم لحد ما يغمى عليها من الشرب، وبعدها بيكون لانجو بيساعد ميمي وبتقع عليه، وفجأة بيظهر جنود أبوه وبيقبضوا عليهم. وفي نفس الوقت بتروح تان لناري ويقرب الولا منها وبيتنحنح
وبيرتاح معاها. وقع ناري أخيرا في حب تان وبيعترف لها إنه معجب بيها، وبالليل بيولع لها الجو من كتر حبه ليها. وفي آخر الليل بتقوله إنها هتروح عندها مشكلة هتحلها وترجع له. في نفس الوقت بيكون لانجو وميمي محبوسين في عالم الوحوش، والبنت خايفة جدا ولانجو بيطمنها، لكن الوحوش المفترسة بتشم ريحة دم الأميرة وبتهيج جدا، فبياخدها لانجو وبيجروا بسرعة، لكن المفترسين بيحاصروهم. وبتوصل أم لانجو في الوقت المناسب وبتنقذهم، وبتشوف مصباح الأميرة وبتوري المصباح لزوجها، وبيتأكدوا إنها تبقى الأميرة السماوية، وبيعاملوها أحسن معاملة بعد ما كانوا بيهزقوا فيها. في نفس الوقت بتطلب تان من مساعدتها اللي بتتنكر في أي شكل تتنكر في شكل أبوها، وتقابل مندوب السماء بدل أبوها الإمبراطور وتاخد منه قارورة الخالدين. وتاني يوم بيوصل مندوب الخالدين وبتتسلل تاني وبتزحلق أبوها علشان تعطله، وبتقابل مساعدتها المتنكرة المندوب، وبيبقى الإمبراطور بيجهز نفسه وتان عمالة تعطل فيه، وبتقدر المساعدة تاخد القارورة وبتهرب بسرعة. في الوقت ده بيوصل فينو البيت ناري وبيهجم عليه، وقبل ما يقتله بتتدخل تشينج وبتلحقه، وبتحاول بكل الطرق تمنعه يموته، لكن المكان بينفجر وبيهربوا بسرعة. وبتوصل تان وإيوان وبيستخدم إيوان قوته وبينزل المطر، وبتدخل تان تلاقي ناري مغمى عليه لكنه بيفوق وبيخرجوا بأمان. وبتاخد تان ناري حضن مطرات، وتاني يوم بيصحى لانجو على خبط الباب، وبتدخل عليه الأميرة ميمي وبيتفاجئ بيها، لكن الولا وقع على بوزه في حبها، هي تتحب برضه يا جماعة. وتاني يوم بتتمشى تان مع مساعدتها وبيشوفوا شاب مقنع بيدور في الزبالة على جنيه فضة، ولما بيكشف وشه بيطلع الشاذية التانية لشيوان، وعلى طول بيمشوا وراه وبيعرفوا بيته. وبتعرف تان انه كلب فلوس بيعشق الدهب اكتر من اي حاجة، ولما بتدخل غرفته السرية بتلاقيها مليانة قطع ذهبية، وفجأة بيدخل عليهم وبيكون فاكرهم حرامية وبيطردهم برا. وتاني يوم الصبح بتروح له بفطار وبيقول لها انت عايزها ايه يا بنتي، وبيقفل الباب في وشها. اما ناري فبيكون عايش في مملكة الوحوش منتظر تان ترجع تاني، وتان بتقتحم بالذهبة وبتعرف انه بيخدع زمايله، وبتعرف انه قايل لهم انه جامد هو حلنجي وكداب. فبيقول لها الولا بصي من الاخر كده، لو قدرتي تجمعي 100,000 قطعة ذهبية في اسبوعين هعترف بيكي. في نفس الوقت بيهجم فينو على مملكة الوحوش لكنه بيطلع فخ وبيتحبسوا جوه، وبتدخل لهم بعدها تشينج بالاكلة وبتقول لفينو انها مش هتقدر تسيبه يقتل شظية الروح، وبيتخانقوا مع بعض وبيتهمها بالخيانة وبيطلب منها تبعد عن طريقه للأبد. وبتخرج تشينج حزينة جدا واصحابها بيهونوا عليها، وفي نفس الوقت بيروح دهبة مع تان يشوفها تعمل ايه، فبتروح تجيب خلية نحلة وبيطلعوا يجروا مع بعض، وبدأ الولا يقع في حب البنت. وبعدها بتطلق تان خلية النحل على لصوص الصحراء والنحل بيبهدلهم كلهم، فبيقرروا يشتروا مرهم لتهدئة الجروح، وبالطريقة دي بتلم تان المبلغ المطلوب في أقل من ساعة. ولما بيرجعوا بيطمع الولا وبيطلب منها مال أكتر علشان يقتنع بيها، فبتتخانق معاه. وتاني يوم بيقرر دهب يتجوز ويلم كل أصحابه، والعروسة تبقى تان والكل بيتفاجئ بحلاوتها وأناقتها، وبدل ما يقولها بحبك بيديها طبق لميل النقطة بقى. وطلع عامل كل ده علشان يلم دهب مش أكتر، وفكرة وجاتله، وبتبقى البت عايزة تخلص عليه وتخلص منه. وتاني يوم بدأ دهب يشتاق لتان، ولما بيخرج بيفتكر ذكرياتهم في كل مكان لحد ما بتظهر فجأة وبيقضوا الليلة سوا. والأول مرة دهب بيدفع فلوسه وبيشتري هدية لتان، وكل الليلة بيقضوها مع بعض. ولما بتروح تان بتبقى حزينة لأنها بدأت تحس إنها بتخدع شظايا الروح. في الوقت ده ناري بيحرر فينو من غير ما يقصد، وبتوصل تشينج في الوقت المناسب، وفي نفس الوقت بيحصل هجوم على تان ودهبة وبيحميهم إيوان، لكن العقرب يوني بيتغلب عليهم وبتضرب العقربة تان بتعويذة موت، وبيوصل فينو في الوقت المناسب وبينقذهم. ومن هنا بينتهي الجزء الأول. يا ترى ايه اللي هيحصل لسه؟ انتظر الجزء التاني. ولو وصلتوا لحد هنا يبقى أكيد الملخص عجبكم. ما تنسوش اللايك واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. مع السلامة.